السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. يلا نبدأ كلامنا بذكر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. احنا داخلين على موسم كل سنة وانتم طيبين، المولد النبوي الشريف، مولد الرسول سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل المرة دي حلاوة المولد الجميلة أو حلاوة الموسم الجميلة اللي احنا شايفينها دي مع بعض. هنعمل الحمصية والسودانية مع بعض كده. أول حاجة هنجيب نص كيلو حمص، هنجيبه من المقلة أحسن حاجة. هيكون من المقلة يعني تاخديه يا دوبك كده تطلعي منه رطوبة كده، تقلبيه تقلبتين كده في الطاسة عشان بس تطلعي منه رطوبة، عشان الوصفة تنجح معاكي. تجيبي من المقلة أحسن. وبعدين عشان المقلة أصلا هيكون متحمص يعني بسيط، انتي بس هتطلعي منه رطوبة بس عشان ينجح معاكي الوصفة أكتر. يا دوبك تقلبيه تقلبتين كده تطلعي بس منه الرطوبة. أول ما تلاقيه ابتدى يسخن معاكي جامد كده وتقلبيه تقلبتين كده، لما الرطوبة تطلع على طول تشيليه. وبعد كده هنبتدي بقية الوصفة هنقولها مع بعض. نحطها في بولة كده ونسيبه دلوقتي الحمص. هنقولكم بعد كده هنعمل ايه التريكات التانية ايه. هنجيب الطاسة، نفس الطاسة هنحط فيها كوباية وربع سكر، كوباية وربع سكر زي ما احنا شايفين كده، وتلت كوباية مية، وتلت كوباية مية. خلي بالكم من المقادير كويس عشان أقل حاجة ممكن تبوظ الوصفة مني. نحطها بس على الحروف كده، ما تحطهاش في نص السكر غلط، تحطيها بس على الحروف، عشان لو حطيتيها في نص السكر ممكن السكر يتحرق منك ويكرمل على طول وتبوظ منك الوصفة. وبعدين ما نقلبش خالص دلوقتي، نسيبها. لو حبيتي تقلبي تقليبة بسيطة من النص بس، ما تقلبيش من الحروف، عشان زي ما قلت لك ممكن تطلعي السكر بره ويتحرق منك ويكرمل ويبوظ الوصفة منك. وبعدين هنحط ايه مع بعض؟ 3 معالق عسل كلوكوز. هنحط 3 معالق، تعالي عفوا 3 معالق عسل كلوكوز. ده هيخلي لك الوصفة أجمل وأجمل، هيمسك لك الحمصية وهيخليها لك جميلة. زي ما قلنا 3 معالق عسل كلوكوز. العسل الكلوكوز دوت بيتباع عند أي عطار أو سوبر ماركت، البرطمان كبير وب30 جنيه ومش غالي، وهيعمل لك كمية كبيرة. وبعدين بعد ما نحط ال3 معالق هنقلب يا دوبك تقليبة بسيطة مش جامدة يعني، يا دوبك نقلب بس من النص كده تقليبة بسيطة كده زي ما احنا شايفين عشان يندمج مع بعض كويس. وبعدين هنجيب ايه مع بعض تاني، وصفة تانية يعني هنقول لكم دلوقتي هنضيف ايه بعد ما نقلب عشان ما يكلكعش معانا زي ما احنا شايفين كده. ومن الحروف برضو نحاول نقلب، وبعدين نقلب كده من النص من الحروف. وبعدين لما لونه يبقى اصفر ناخد حبة كده بالمعلقة وننزلهم. لو نازل خيط رفيع يبقى كده ما استواش معاكي، يبقى لسه الوصفة كده ما استوتش. نستنى عليها شوية ونهدي النار ونقلب حاجة بسيطة كده. وأول ما يتقل معاكي وينزل ويبقى تقيل يعني وتنزل تلاقيه خيط مكسر نازل خيط مكسر كده، تعرفي كده ان هو استوى معاكي. وبعدين هنحط ربع معلقة ملح، يعني على طرف المعلقة كده ملح زي ما احنا شايفين كده. وبعدين ربع معلقة فانيليا، يعني فانيليا سايلة دي، عفوا دي فانيليا سايلة. نحط ربع معلقة على طرف المعلقة، وربع معلقة كربوناتو. الكربوناتو دوت اللي بيتحط على الأكل، يعني بيستخدمه في الأكل على طول، تحط على الفلافل وتحط على أي حاجة يعني تستعمليها. وبعدين نقلب تقليبة بسيطة كده. وأول اللون ما وأول ما وانتي بتقلبي كده بالمعلقة كده تقلت معاكي الخليط، تقل معاكي اللي انت هتحطي فيه بأمر الله الحمصية. وبعدين نقلب، نخلي بالنا لازم الخليط لونه فاتح عشان لو غمق هيبقى ممرر منك وهيبوظ منك الوصفة والحلاوة مش هتبقى حلوة معاكي. هنجيب حبة مية كده ونعمل اختبار لتاني مرة. لو الاختبار ده وتحطي حاجة بسيطة جدا، لو عملت كورة كده وكسرت معاكي يبقى كده الوصفة نجحت معاكي. لو سايلة وما عملتش كورة، لو مسكتيها كده ولقيتيها طرية يبقى كده تسيبيها شوية وتوطي عليها النار وتقلبي تقليبة بسيطة لحد ما تتقل معاكي زي ما انا قلتلك. وبعدين هتجيبي الحمص اللي انت حمصتيه في الاول كده، يعني شلت منه الرطوبة، وتحاولي تقلبي بس بسرعة شوية عشان لو قلبت ببطء ممكن
الوصفة تبوظ منك، يعني تلزق في قلب الطاسة ما تقدريش تتحكمي فيها. وخلي بالك، خلي بالك من الأطفال اللي ما يكونوش جنبك، وخلي بالك على إيدك في نفس الوقت، علشان خاطر عايزة سرعة، سرعة جامدة. كل ما سرعتي كل ما نجحت معاكي الوصفة، كل ما نزلتي كل الكمية اللي موجودة في الطاسة. ما نزلتيش كل الكمية هتبوظ منك، خلي بالك. وبعدين تجيبي صاجة تحطي فيها كيس تلاجة وتدهنيها زيت، والمعلقة أصلا تدهنيها زيت. وبعدين تحاولي تحطي الخليط أو الحمصية اللي احنا عملناها مع بعض، تحطيها في قلب الصاجة. وبرضه قلت زي ما قلت لك تخلي بالك الأطفال ما يكونوش جنبك أحسن برضه. وبعدين تحطي عليها كيس تلاجة برضه مدهونة بالزيت من فوق، وتحاولي على قد ما تقدري تفردي على طول، تحاولي تضغطي عليها من فوق كده تفرديها. السمسمية هتكون بنفس الطريقة وبنفس الوصفة. السودانية ممكن تتعمل بنفس الوصفة وبنفس الطريقة. السمسمية تتعمل بنفس الوصفة وبنفس الطريقة. أي حلاوة مولد تتعمل بنفس الوصفة ديت، وتكون روعة وطعمها جميل جدا. وتعمليها بإيدك وتفرحي بيها أولادك. كل سنة وانت طيبة. بدل ما تشتريها مرة بره بالغالي، اعمليها بإيدك أنضف وأحلى، وتفرحي بيها أولادك. وبعدين نجيب القطاعة نقطعها كده بالطول وبالعرض، بس تحاولي برضو تقطعي بسرعة عشان لو غيبت عليها تنشف منك وتتكسر منك. دي برضو تخلي بالك من الكلام اللي انا قلته، يعني اللي انا قلته دوت تخلي بالك منه كويس لو انت مبتدئة معايا يعني. ديت السودانية بتتعمل بنفس الطريقة. هتجيبيها من المقلة، احنا عملنا الحمصية دي السودانية هتبقى بنفس الطريقة برضو، تطلعي منها الرطوبة. وبرضو تحطي السكر، وتحطي تلت المية، تلت الكوباية مية. وبرضو اللي انت عملتيه في الحمصية هتعملي في السودانية نفس الطريقة يعني. برضو تتحط برضو، تجيبي صاجة وتحطي فيها كيس تلاجة، وبرضو تعصيها زيت، وبرضو تحطي السودانية فيها، وبرضو تحطي كيس تلاجة وتعصيه زيت، وبرضو تفرجيها. وبالقطاعة تكوني عايصاها زيت، تقطعيها زي احنا شايفين كده. هي طريقة سهلة جدا جدا جدا، مفيش أحلى ولا أجمل منها. وبعدين بعد ما تقطعيها كده بالقطاعة، هتقطعيها بالطول وبالعرض. عايزة تقطعيها رفيعة تقطعيها، عايزة تقطعيها مستطيلة، القطعة اللي انت عايزاها وبتحبيها تقطعيها لولادك. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفة متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبالهنا والشفا.